اهلا باللي منوريني ومشرفيني طبعا في القناه بتاعتي، قناه هيام نبيل، لتعليم كل انواع الهاند ميد، ريفيوهات وفلوجات، كله ان شاء الله في متناول ايدك، وكله ان شاء الله هنتعلم مع بعض مهنه او حرفه معينه. هنتعلم انواع كتير جدا 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 من الهاند ميد. يا رب ما دايما القناه تقدم لكم حاجات مفيده، وطبعا بدعمكم الكبير ليا ان شاء الله هوصل ان القناه تتشاف اكتر، والناس يهتموا اكتر بالمشاريع اللي انا بقدمها في القناه، سواء الريفيوهات او الفلوجات، اماكن بيع الحاجه. انا طبعا بقدمها في القناه علشان خاطر الناس اللي حابين يتاجروا بالحاجات دي اونلاين يكونوا عارفين المصدر او المكان اللي بيتباع فيه، سواء ليه علاقه بالهاند ميد او ملوش. فدي فلوجات وريفيوهات موجوده بردك على القناه، لان هدف القناه فتح باب رزق للجميع ان شاء الله. لو جديده حبيبه قلبي على القناه، اتمنى تدوسي على الاشتراك وتنوريني باشتراكك وانضمامك لعيلتي الجميله، عيله هيام نبيل. يلا بقى بينا نبدا الفيديو ونشوف النهارده هقدم لكم ايه. النهارده باذن الله تعالى انا هقدم لكم ازاي تعملي بوك بس لسواريه او لحفلات او كده. طيب ايه الخيط اللي انا شغالاه دوت؟ هو يعتبر اسمه خيط سيرما. يعني ايه خيط سيرما؟ هو خيط كده بيجي فيه لمعه، في منه جانجا وفي منه ساده. انا جبت الجانجا دوت. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو في المحل اللي انا بجيب منه الخيط السيرما دوت، لانه مختلف عن مكان بيع الخيوط العاديه. تمام، يعني هو مش هتلاقي الخيط دوت عند محلات الحاج احمد عبد الراضي، لا هو مش موجود عنده للاسف. ان شاء الله يوفره، يعني اقوله يوفر لكم الخيوط ديت، بس انا جايباه من مكان تاني وان شاء الله اوريكم. انا جايباه بس جايباه من فتره كبيره، فمش عارفه سعره كام دلوقتي. ده اللي هنستخدمه ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. ما توقفيش نفسك طبعا، لو عندك اي خيط تاني بس يكون يعني مش سمكه كبير، يكون بردك رفيع، بس احنا مش لو اشتغلناه مفرد هيبقى رقيق قوي وهيبقى مش حلو في الشغل. فانا بشتغله مجوز عشان يبقى الشغل بتاعي ماسك، ولما نطلع بالبوك يكون ماسك نفسه كده، وحتى الحاجه يكون عليها قيمه اكتر. هوريكم ازاي تعملوا الترتر او الخرز. بصوا انا جايبه الترتر دوت اهو. طبعا لما بتعملي شنط الترتر دي او الخرز لازم تجيبي الشنط اللي هي الترتر بتاعها خفيف، لانك لو عملتي بالترتر المعدن هيبقى الشنطه مع الخيط نفسه هتاخد الخيط ويهدل كده ومش هيبقى عملي معاكي. فعشان كده احنا بنجيب الترتر الخفيف دوت. الكيس انا كنت جايباه كان كيس كبير قوي ومليان كتير، كان عامل 60 جنيه. وبرضك هوريكم ان شاء الله ريفيو عن المحل اللي بيبيع المستلزمات دي كلها ان شاء الله. يلا بقى بينا جيب الابره بتاعتك ويلا نبدا. بصوا ان شاء الله احنا خلاص احنا عرفنا الخيط اللي احنا هنتعامل بيه او نعمل ايه بيه. تمام. طيب ايه بقى اللي مطلوب؟ انا طبعا عملت القرصه بتاعتي عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل معاكم، وهوريكم. اول حاجه انت بتجيبي القفل المدور، اي قفل باي مقاس اهو. خلاص انت بتفتحي القفل المدور دوت اهو كده. طيب هتاخدي المقاس ازاي؟ هتحطي القفل المدور ده على القرص بتاعك اهو كده، لازم يكون مغطي القرص تاني. يعني مثلا اهو بصوا لو انا حطيته فوقيه كده هيكون مغطي القرصه، مغطي الحديده ديت، خلاص مش جوه الحديده. خلاص كده عشان يبقى ايه مش مشدود معاك اهو، شايفه؟ خلاص كده تمام. طيب هتعملي ايه؟ انا كده خلاص وصلت لايه للقرصه اللي انا عايزاها، وانا ماشيه بعمود بلفه عادي او طبيعي جدا. ابتديت هنا القرصه ديت عملتها بدايره سحريه، واشتغلت حشو 12، وبعد كده زودت 2 في كل حاجه. الدور الثاني بقى 24، وبعد كده عملت واحد فردي وواحد تزايد، واحد فردي واحد تزايد. بعد كده عملت 2 فردي واحد تزايد، بعد كده 3 فردي وواحد تزايد، بعد كده 4 فردي وواحد تزايد. ووقفت عند الأربعة. ليه وقفت عند الأربعة؟ اللي وقفني الإطار اللي أنا شغالة عليه أو البوك اللي أنا شغالة عليه. تمام كده. يبقى كده دي أول معلومة كده إن شاء الله هتبقى ثابتة معانا في البوكات إيه المدورة. أما المستطيلة إن شاء الله في فيديو ليها
كامل جدا بالغرزه. ده كنت نزلتكم ازاي طريقه تحسبيها يعني المساحه، لكن المره الجايه هوريكم طريقه ازاي تشتغلي غرزه بقى وتطلعي ايه بوك محترم كده. تمام. هنشيل بقى ده خالص على جنب لان احنا مش محتاجينه دلوقتي، لان ده هنشتغلوا في تقفيل البوك. طب هنعمل ازاي؟ في ناس يقولوا لك ايه، دخلي الحاجات دي كلها دخليها جوه الخيط قبل ما تشتغلي، وبعد كده تشتغلي بقى على طول، تسحبي وتشتغلي. الطريقه دي يعني لو هي مريحه ناس خلاص، بس هي الطريقه دي متعبه جدا، مرهقه جدا ليكي انك تدخلي كل الكميه اللي معاكي من الخرز. ما تعرفيش اصلا عددهم قد ايه، ممكن يأثر معاكي وممكن يزيد، فهتقعدي تحطي عدد ما لا نهايه، فطبعا ده هيأثر على شغلك وهتزهقي من قبل ما تبتدي الشغل. طب هنعمل ايه؟ احنا خلصنا الشغل ده بإبرة تخينه. ليه؟ لان الشغل هنا عندي اهو مجوز. بصوا الفتله انا عاملاها على فتلتين خلاص اهو. فلما عاملاها على فتلتين، لما اشتغل بإبرة رفيعه هتتعبني وتنتش معايا خلاص. فاضطريت ان انا ايه، اخلص التزايد بتاعي وشغلي ده كله بفتله ايه، بإبرة رفيعه، بإبرة قصدي مناسبه ليها تخينه شويه خلاص. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنرتفع سلسلتين بثابت عمود وندخل نشتغل عمود بلفه عادي جدا، واشتغل كمان عمود. يبقى انا عملت كام عمود؟ عملت 3. هاجي في رقم 4 اشتغل الخرزه بتاعتي. اشتغلها ازاي؟ بثبتها تحت كده هنا، شايفين هنا اهو، وبدخل فيها، وبدخل كمان في الشغل اهو بدخل الاول فيها اهو خلاص. وبعد كده بدخل في الشغل بتاعي واخد الخيط واخرج واشتغل، ارتفع بالعمود عادي جدا. فاهم اي مشكله؟ وطبعا لان الخرزه اللي انا جايباها دي كبيره، في اقل حجم من كده، فعشان كده انا بشتغل بعد كده كام؟ بشتغل 3 عواميد عشان الخرزه عندي كبيره. 3 اهو، 1 2 3 اهو خلاص. هاجي بقى رقم 4 هحط الخرزه. شفتوا بقى المسافه اللي انا سايباها اهو. هدخل الخرزه الاول في الابره كده، وبعدين ادخل في الشغل، وبعدين اسحب الخيط واشتغل العمود اهو زي كده، زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هشتغل اول عمود بلفه، وبعد كده هشتغل تاني عمود بلفه، وبعد كده هشتغل تالت عمود بلفه اهو. اشتغلت ال3. هاجي على رقم 4 اعمل ايه؟ اجي على رقم 4 اروح لفه الخيط بتاعي، واروح داخله وادخل في الشغل واخد خيط واخرج اشتغل العمود طبيعي جدا. بعد كده افوته واشتغل بقى اللي بعديه اهو. اشتغل 1 2 3 اهو. 1 2 3، واتاكد ان انا واخده الخيطين معايا في الشغل اهو كده 3 خلاص. طيب هشتغل بقى الف، واجي في رقم 4 احط ايه، الف اللفه واخد الترترايه بتاعتي، وادخل اخد خيط وافوتها كمان اهو من الترترايه اهو. وهكمل السطر ده بنفس الطريقه لغايه اخر السطر، وهرجع علشان اوريكم السطر اللي بعد كده هتشتغليه ازاي عشان شغلك يكون مظبوط ومتناسق. تمام كده. انا كده خلصت خلاص اول سطر داير ما يدور زي ما انت شايفه اهو، 3 عواميد. وبعد كده بنعمل في الرقم 4 بنعمل ايه؟ بنعمل الخرزه او الترترايه ايا كان انت بتسميها ايه.
عشان يبقى في تناسق كده، ويبقى في يعني الترتر دوت مرتاح يعني، فاهماني؟ ما يكونش متزنق كده ومكربس كده جنب بعض، ويبقى شكله عقيم جدا يعني. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين. طب هنرتفع بقى السطر التاني، هنرتفع السطر التاني. انا ارتفعت غرزتين سلسله بارتفاع اي عمود، انا برتفع 2 سلسله مش برتفع 3، عشان ما يعمل ليش فرق في الشغل، وبشتغل في نفس المكان عمود عشان خاطر ما يبقاش في فرق بقى. عارفه الفراغ اللي بيبقى باين عندكم ده، بيبقى الفراغ ده بسبب انك بترتفعي 3 سلاسل لما بتكوني شغاله بعواميد، يعني ترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي بعديها في الفتحه اللي بعديها بتشتغلي عمود، فبيعمل لك هنا فراغ. لا، انت ارتفعي بسلسلتين وفي نفس المكان اشتغلي عمود بلفه عادي جدا. خلاص كده. طيب انا هنا تحت كنت طبعا عامله 1 2 3 وبشتغل في رقم 4 الغرزه اللي هي بتاعت الترتر دي يعني. ماشي. لا انا هنا هشتغل في رقم 2 على طول اهو. اخد الترتر بتاعي كده، وهاجي زي ما انا قلت لكم تلفوا وتدخلوا في المكان ده وتاخدوا الخيط وتخرجوا وتعملي العمود، تسحبي العمود بتاعك. طيب تمام كده، تمام جدا، تمام كده. خلاص هشتغل بقى ايه؟ هشتغل انا كده خلاص اشتغلت هنا. هشتغل فوق يعني فوق العمود دوت عمود اهو خلاص، والتاني عمود بردك اهو. هتيجي في رقم 3 اللي هو هيبقى في الوسط كده، هتحطي الخرزايه بتاعتك او الترترايه بتاعتك، هتلفي تدخلي كده، تدخلي هنا ناخد خيط ونخرج ونعمل العمود بتاعنا عادي جدا. وبعد كده نشتغل عمود و2 اهو، و2 و3، وهتيجي في رقم برضو هيبقى كده رقم 4. حطي الخرزايه بتاعتك عشان هو هيبقى في الوسط هنا. حطي الخرزايه وتلفي وتدخلي، اسحبي الخيط وتقفلي كده اهو عشان يبقى شغلك فوق بعض شكله جميل. كده اشتغل 1 2 3 بردك، هتشتغلي بردك 3، ورقم 4 هي اللي هتشتغلي فيها الخرزايه بتاعتك. بصوا بقى الجمال، بصوا ده الدور التاني، بصوا عامل ازاي، شايفين عامل ازاي اهو، شكله جميل جدا. هكمل وارجع لكم تاني. بصوا بقى الخيط اللي انا بشتغل بيه دوت اهو، علشان لو حد حابب ينزل مثلا او لقاه عنده او عايز يسأل او يجيب زيه. بصوا هو مكتوب هيمالايا اهو، ده نوعه هيمالايا. شايفين هو 50 جرام و150 متر اهو، وبتشتغلي بيه ابره رقم 3 او كده اهو. معلومات اكتر عن الخيط، عشان ده يعني البقره دي كانت لسه بالورقه بتاعتها والتانيه كانت مفكوكه، فحبيت ان انا افيدكم عشان لو حابين تجيبوا نفس النوع او تسالوا عنه حتى في المكان اللي انتوا فيه ان شاء الله تلاقوه متواجد، او حتى يعني تستبدلي الخيط ده بحاجه تانية. ان شاء الله هعمل لكم ريفيو عن مكانه. هنكمل بقى البوك بتاعنا بالطريقه اللي انا وريتها لكم كده، وهرجع تاني عشان نكمل ونشوف القفل ونشوف البوك بتاعنا بقى شكله عامل ازاي. زي ما انا وريتكم انا كده، بصوا ارتفعت خلاص بالبوك بتاعي، او انا عملته اكتر من انه هو بوك، هو شنطه ممكن بتاعت مناسبات او افراح او كده. خلاص شايفين شكل الترتر دوت متناسق ازاي، شايفين، وما فيهوش اي حاجه ولا معوج ولا في اي حاجه. وانا خليته واسع وعملت الارتفاع اللي يريحك، يعني كل واحد الارتفاع اللي يريحه. انا الارتفاع ده كده مناسب ليا، لو انت عايزه تزودي عن كده براحتك. انا عاملاها اكتر من انه هو بوك يكون شنطه او بورتوفيه، تشيل موبايل، تشيل فلوس، تشيل مفاتيح، تشيل حاجات كتيره، ما تبقى عمليه اكتر. انا ارتفعت كده يعني 10 يعني مش 10، اكتر من 10 15 دور كده
بالطريقه اللي انا وريتها لكم كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا اهو، نيجي هنا كده وهنشتغل بقى سطر او سطرين زي ما تحبي اهو. ارتفع بسلسلتين وهشتغل سطر غرزة حشو عادي جدا او غرزة عمود بلفة، بس انا هعملها غرزة حشو كده 3 ناخدهم في واحدة اهو. غرزة حشو عادي جدا داير ما يدور من غير اي ترتر خالص، علشان السطر دوت والسطر اللي هو جاي دوت اللي هنركب فيهم الماركر، وهنركب فيهم بقى القفل بتاعنا اهو. هلف الشغل وهشتغل السطرين وهرجع اركب معاكم القفل والماركر بتاعي علشان الفيديو ما يكونش طويل. ولو جديدة على قناتي اتمنى تدوسي على كلمة اشتراك وتنوريني بوجودك معايا في القناة، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة تحت الفيديو. هكمل بغرزة الحشو سطرين كمان وارجع لكم تاني. طبعا انا قدامي ان انا اركب اللي هو العلامة ديت، بس انا هركب القفل الاول، وبعد ما اركب القفل هركب العلامة بتاعتي. فاول حاجة انا هعملها هجيب ماركر او علامة اللي احنا بنعلم بيها ديت، تمام اهي. وانا اوريكم قبل كده في طريقه قبل كده، شايفين الشغل من جوه عامل ازاي، شايفين التشطيب اهوت والشغل زي الفل من جوه مفيهوش اي حاجه. هبدا بقى اللي انا اعمل ايه، هشوف نهايه الشغل بتاعتي اهي اللي انا قفلتها، هخليها في الجنبه خلاص كده، وهمسكها كده بماركر بس لغايه ما ما اخلص الجزئيه اللي قدامها، علشان دي هتبقى قصاد دي. هحاول ادخل الجسم بتاع البوك بتاعي اهو كده خلاص اهو. هدخل كده الجسم كده خلاص اظبطه. بس احنا قلنا ان طريقه الشغل دي بتبقى سهله جدا، لما بتدخلي جسم البوك كده بتكوني عارفه تظبطي اكتر الشغل. طبعا انا بحب ابدا من الجنب، يعني بحب ابدا الشغل بتاعي او الخياطه بتاعتي بالنسبه للبوكات بالذات، انا بحب ابداها من الجنب خلاص اهو. شد كده راحه، واحاول ان انا اشيل بس الكلاكيع دي اللي جنبي، تمام اهو. هبدا ان انا اشتغل على جوه، طبعا ثبته على جوه زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو قبل كده اهو. شد بس عشان انا عامله مطوله الفتله، عشان ما اعملش كذا وصله وانا بخيط، عشان يبقى الشغل نضيف وتقفيله كويس اهو. هثبت مره كمان عليها وخلاص، عشان خاطر لو ثبت اكتر من مره في الجزئيه بتاعت الجنب دي مش بتقفل البوك بتاعك كويس. فانا يعني بثبت مرتين وقلت كفايه. هدخل في اللي بعديها اهو، هنا وهنا، هنا وهنا اهو. هدخل الشغل هنا على جوه كده عشان ما يقرفنيش وانا شغاله اهو كده، واسحب اول غرزه تاني غرزه هنا اهي. لازم اخرج منها ومن الحته دي عشان الشغل يكون مظبوط كده. هاجي ادخل هنا في الاتنين واجي اشوف المكان بتاع القفله دي، ابدا اكملها كده، واجي في اللي بعده اعمل نفس الطريقه كده. اهو ده ادخل جسمي البوك كده وانا شغاله، عشان هو ده اللي هيسهل لي عمليه تثبيت الكروشيه بتاعي في الفريم، ومش هيعقدني في الشغل. بالنسبه للتثبيت
تمام كده اهو. شوف بردك المكان ده، ولما اخرج يعني انا خرجت من هنا ادخل بردك هنا ماشي، عشان شغلك يكون مظبوط وما فيهوش اي دفوهات ولا يكون بايظ، علشان خاطر طبعا البوك دوت بيتفتح ويتقفل، فعليه يعني شغل عليه، فطبعا عشان ما يتفكش. وشغلك ده عنوانك، يعني كل ما يبقى متقن ومية مية بيكون طلب اكتر على الشغل بتاعك اهو. تمام كده خلاص هكمل بس الجزئية دي معاكم، والجزء التاني بس هكمله علشان ما يبقاش وقت الفيديو طويل، وتشوفوا بردك الشكل النهائي للشغل عامل ازاي. اتمنى يا رب يكون الفيديو فاد ناس وفتح لهم باب رزق يا رب العالمين. اهم حاجة يفتح للناس باب رزق ينتفعوا منه يا رب. كده بصي هنطلع الجسم كده وانا شغاله بظبط ايدي، وبطلع بردك الجسم بتاع البوك علشان خاطر منساش ان الابره تدخل، لازم تعدي هنا وبعد كده تدخل في اول فتحه، تعدي هنا وتدخل في الفتحه اللي بعديها اهو. تروحي شاده ايدك ورافعه الجزئيه اللي ما ثبتتش، وتبداي ترجعي تاني عليها، وهتمشي بنفس النمط دوت لغايه ما تخلصي تثبيت البوك خالص. هخلصه وهرجع اوريكم الشكل النهائي خالص. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت اشتغلت سطر واحد وركبت القفل، بس كان شكلها يعني الخرز او الترتر دوت كله بقى كده، لان طبعا القفل عندي بياخد كيرف معين، عشان كده انا زودت سطرين. وحبيت برضو كده انا اقول المعلومه ديت عشان تعمليها. انا زودت كده سطرين فوق السطر، يعني كده عملت 3 سطور، وبعد كده ركبت القفل، لانك لو ركبتيه على طول مع الترتر دوت الشكل هيختلف، وهتلاقيه هتلاقي الخرز طلع لك كده من كل الاتجاهات. معلش بقى الاضاءه عامله عمايلها عشان الخرز والترتر والحاجات ديت. اتمنى ان البورتفيه بتاع النهارده او شنطه السواريه زي ما سموها تكون نالت اعجابكم. اهي الشنطه جميله جدا، وان شاء الله ممكن تنفذيها باي لون ترتر ما بتاخدش كتير. اهم حاجه تختاري الترتر اللي هو الخفيف علشان خاطر ما يوزنش معاكي في الشنطه. تعالوا شوفوا الشنطه من جوه عامله ازاي. انا طبعا حاطه فيها بقليله بقليله كبيره علشان خاطر طبعا اوريكم مساحه، او اوريكم حتى هي يعني شايله قد ايه. بصوا اهي هي تشيل موبايل وتشيل مفاتيح وتشيل حاجات كتيره جدا جدا، مش بس بوك عادي يتحط فيه فلوس، لا، وكمان ممكن تعملي له يد، هيبقى جميل جدا جدا اهو. ماشي تحاولي بقى ايه تعدلي كده الشغل بتاعك، يعني تنزلي الترتر دوت على جنب كده اهو. طبعا انا شلت منها الحاجه اللي نفشاها. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده ينال اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت توصلوا الفيديو دوت ل1000 لايك حتى عشان يتشاف اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى اخوات في الدنيا. السلام عليكم.